العميد الركن وليد فهمي قائد فوج النقل، بدنا نشرح لكل المستمعين عن فوج النقل. فوج النقل تألف سنة 45 تحت تسمية كتيبة النقل البري، كان ارتباطها بقيادة الجيش. سنة 78 استبدلوا هالتسمية بالكتيبة 801 وتمركزت بالحزمية على طريق القصر الجمهوري. سنة 83 غيروا التسمية وصارت فوج النقل، كانت بتألف من قيادة فوج وسريتين وارتبطت عضويا باللواء اللوجستي. سنة 84 انتقلت بسبب الأوضاع الأمنية من الحزمية لمدرسة الزراعة بالفنار. لسنة 2000 انتقل الفوج كله سوا وتمركز هون. هلا خلال الفترة الفوج كان قيادة فوج وسريتين، صار بحجمه الكبير كل سنة كان عم يتأسس لسرية. مهمته الأساسية هو تأمين المساندة بالوسائل العضوية للفوج لكافة قطع وحدات الجيش، نقل عتاد ومعدات وذخيرة ومؤن ومحروقات ومياه، ونقل آليات مدولبة ومسلسلة وإخلاء الآليات المعطلة، بالإضافة لنقل العسكريين من مراكز عملهم. بالإضافة لقيادة الفوج بتألف الفوج من 7 سرايا، في عنا سرية القيادة والخدمة و6 سرايا مختلفة، سرية حاملات، سريتين نقل مشترك، سرية صهاريج، سرية رفعت ونقل ثقيل، وسرية نقل خفيف. بنبلش بسرية القيادة والخدمة، عندها 3 مهمات أساسية. المهمة الأولى هي تأمين حاجات اللوجستية للفوج. المهمة الثانية هي إدارة الأموال والسلفات الموضوعة بتصرف الفوج. فعنا المهمة الثالثة السنوية هي الحماية والمدافعة عن القطاع المحدد لنا داخل السكن. بالنسبة لسرية الرفعات والنقل الثقيل عندها مهمتين أساسيات. المهمة الأولى هي تحميل وتنزيل الآليات وقطر الآليات المعطلة. المهمة الثانية هو نقل الذخيرة وعتاد ومنشآت ومستوعبات بحجم 20 قدم، مجسمات إسمنتية ومواد بناء وإلى ذلك. سرية الحاملات الدبابات مهمتها نقل المستوعبات يلي بتكون حجمها بال40 قدم، بالإضافة لآليات مسلسلة ملالات ودبابات وآلات هندسية، بالإضافة لآليات المدولبة هانفي وبنهار وفابات. سرية النقل الخفيف عندها مهمة أساسية هو نقل الوفود العربية والأجنبية. المهمة الثانية هي نقل العسكريين بمهمات تدريبية أو عملانية، بالإضافة لتأمين سيارات سياحية لوحدات الجيش لاستعمالها وفقا لمقتضيات المهمة لكل وحدة. نجي هلا سرية الصهاريج عندها 3 مهمات كمان أساسية: تأمين المحروقات من شركات المحروقات المدنية وتوزيعها على المحطات العسكرية المنتشرة بكل الأراضي اللبنانية. المهمة الثانية هي تأمين المياه للمراكز العسكرية ومياه الشرب للمطابخ العسكرية وفقا لطلبهم. وأنا المهمة الأخيرة لها هي سحب المياه المبتذلة من بعض المراكز عند الضرورة. أنا آخر شيء سريتين النقل المشترك الأولى والثانية، هذول مهمتهم نقل العسكريين من مراكز عملهم لأماكن سكنهم، بالإضافة لمهمات خاصة تكلف فيها السرايا هي نقل عائلات الشهداء وطلاب المدارس. وهذه كلها المهمات اللي ذكرناها للسرايا هي كلها بتصدر بموجب أوامر عن أركان الجيش للتجهيز.